اطلقت ابل يوم 9 يونيو في مؤتمر المطورين ال WWDC 2025 ال iOS 26، وبدأت اول نسخة تجريبية للمطورين مباشرة بعد التحديث مليء بالمميزات الجديدة، وانا الحقيقة مش قادر استنى النسخة النهائية لما تنزل. فيلا بينا نعرف نقدر ازاي ننزل النسخة التجريبية ونجرب كل المميزات الجديدة اللي نزلت في iOS 26. ايه حوار 26 ده يا عم احمد؟ مش المفروض يبقى 19؟ بكل بساطة يا معلم ابل سمته 26 علشان يبقى متطابق مع السنة الجديدة. دي كانت معلومة اضافية كده حبيت اقولها لك. المهم اول حاجة مهم انك تعرفها ان ده مجرد اصدار تجريبي، يعني النسخة التجريبية دي يا معلم متوجهة او مخصصة للمطورين او بعض المستخدمين اللي بيحبوا يجربوا المميزات الجديدة قبل ما الاصدار الرسمي ينزل. فلو انت من الناس دي طبعا وحابب تتعامل مع النسخة التجريبية في الوقت الحالي، فتابع معايا الفيديو للاخر علشان هشرح لك كل حاجة بالتفصيل. علشان تبدأ تنزل النسخة التجريبية في كام خطوة كده لازم تعملها، بس في خطوة اهم لازم تاخدها قبل ما تاخد قرار التحديث، وهي انك تاخد باك اب او نسخة احتياطية لملفاتك يعني والصور والكلام ده كله. لازم تعمل ده علشان لو لا قدر الله حصل اي حاجة، مثلا حذف ملفات، حصل اي مشكلة عندك في السيستم، تقدر ترجع لكل حاجة. التحديث حتى لو كان رسمي لازم تاخد نسخة احتياطية من ملفاتك، دي حاجة مهمة جدا. ممكن تعمل ده طبعا من خلال الايتونز من على الكمبيوتر، او من خلال كام خطوة تعملها في سيتنج الجهاز، وهي دي اللي هنشرحها دلوقتي بالفعل. قبل ما ندخل في الطريقة العملية صلى على النبي ويلا بينا. وعلشان تقدر تعمل نسخة احتياطية للجهاز بتاعك، روح لسيتنج الجهاز بتاعك عادي، بعدين حساب ابل واي كلاود، انزل تحت يا معلم واضغط على الاوبشن ده محفوظ في الاي كلاود. من هنا بتبدا تاكتف الابلكيشنز اللي انت محتاج تعمل لها باك اب او نسخه احتياطيه. تمام، بعد كده بترجع خطوه، وبعد كده تضغط على النسخه الاحتياطيه على الاي كلاود، بعد كده بتضغط على نسخ احتياطي الان. عندي مفيش مساحه للموضوع ده لان ابل بتوفر لك 5 جيجا بس. عايز تابجريد بقى للموضوع ده ممكن تعمل عمليات شراء والكلام ده. طبعا انا عارف انك مش هتاخد اي عمليه شراء، فممكن تعملها من خلال الايتونز على الكمبيوتر عادي. اهم حاجه يا معلم ما تتخطاش النوتد، لان هتبقى مشكله كبيره قوي لو اتخطيت موضوع الباك اب ده. صدقني مهم جدا انك تنفذ الخطوه دي على الاي كلاود الموجود على الجهاز هنا، او من خلال الايتونز زي ما قلت لك على الكمبيوتر. طيب احنا المفروض دلوقتي خدنا باك اب او نسخه احتياطيه من الجهاز هنا، نبدا بقى ندخل على الخطوه الثانيه وهي تنزيل الابديت. هنعمل ده ازاي؟ بكل بساطه التحديث المفترض بمجرد ما هتروح للسيتنج وبعدين جنرال او عام، سوفت وير ابديت او تحديث البرامج، وبمجرد تفعيل اوبشن التحديثات التجريبيه هيظهر لك هنا الاي او اس 26 بابليك بيتا. لو انت مشترك معاك في نسخه المطورين هيظهر معاك الاوبشن ده فعليا. طيب والله يا معلم انا مش مشترك دلوقتي، المفروض اعمل ايه؟ ببساطه مطلوب منك كام خطوه يا معلم علشان تبدا تنزل النسخه التجريبيه. طيب هنبدا نعمل ده ازاي؟ خليك معايا. مبدئيا هسيب لك لينك موجود في الديسكربشن تحت، اضغط عليه يا معلم هيوجهك للويب سايت ده. كل اللي عليك بس انك من الويب سايت ده هتنزل تحت وتضغط على انشاء حساب. هيطلب منك تسجل باستخدام حساب ابل المسجل بالفعل على جهازك، تعمل ساين ان بالشكل ده، وهيطلب منك كاثبات هويه. من هنا هتبدا تختار الاي او اس. طبعا اتاكد بس انك عامل الخطوه دي، وبعد كده تبدا تنزل تحت شويه وهتلاقي عندك حاجه اسمها تسجيل جهاز الاي او اس، هتضغط عليها. انزل تحت يا معلم واضغط على قم بتنزيل ملف تعريف التكوين allow او سماح. لو واجهك المشكله اللي هي المفروض ظهرت لي دي دلوقتي، بكل بساطه هتضغط على الاعدادات الخصوصيه والامان، انزل للاخر خالص هتلاقي اوبشن عندك اسمه نمط المنع، تضغط عليه هتلاقي اوبشن نمط المنع مدفع، هتبدا تعمل له ايقاف بكل بساطه وترجع للويب سايت تاني هتلاقي حامل معاك بكل بساطه. والمفروض دلوقتي بالشكل ده المفروض حامل معايا. هنبدا بقى نروح على السيتنج عادي، هتلاقي عندك اوبشن جديد اسمه تم تنزيل ملف التعريف. بعد كده تضغط على تثبيت اللي موجوده فوق على الشمال، هتبدا تدخل عادي الباسكود انستول، وبعد كده يطلب منك ريستارت للجهاز. هنبدا نعمل اعاده تشغيل ونرجع مره ثانيه. بعد خطوه اعاده تشغيل الجهاز هنروح عادي على الاعدادات عام تحديث البرامج، هتلاقي اوبشن التحديثات التجريبيه ظهر معاك بالفعل، وبكده اصبح الجهاز جاهز حاليا لتحديث الاي او اس 26. اتمنى جهازك طبعا يكون باللغه العربيه علشان لو عكس كده الموضوع مش هيبقى الطف حاجه. المهم قبل ما تاخد الخطوات دي اتاكد بس ان في مساحه فاضيه على جهازك. اتاكدت يا معلم ان في مساحه فاضيه، اشحن جهازك او وصله بالشاحن الفتره الزمنيه اللي انت المفروض بتحدث فيها، علشان بس التحديث ما يفصلش منك وانت بتحدث. ابل نفسها بتمنع ده لو بطاريه جهازك اقل من 50%. طيب يا عم احمد تنصحني انزل التحديث ده دلوقتي ولا لا؟ بص يا معلم، النسخه دي مبدئيا مصممه لتجارب احدث المميزات والتطبيقات والتاكد من توافقها وامكانيه ظهور بعض المشاكل وحلها. الهدف منها ببساطه هو جمع الملاحظات وتحسين التجربه قبل ما الاصدار الرسمي ينزل او الاصدار النهائي ينزل. الموضوع ايجابي وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت سلبي برضه. ايجابي انك هتجرب كل المميزات الجديده قبل ما الاصدار الرسمي ينزل في شهر سبتمبر، والجانب السلبي في الموضوع ان هو احيانا هيواجهك مشاكل بقى في السيستم، باجز كتير قوي هيحصل معاك، اداء البطاريه مش هيبقى احسن حاجه، ممكن جهازك يبقى بيدعم ال 120 هرتز عادي، بعد ما تحدث هتلاقيه مثلا ممكن يدعم 60 فريم. برضو دي من ضمن المشاكل اللي ممكن تواجهك. المشكله دي تحديدا ظهرت مع مستخدمين كتير قوي الحقيقه. من الاخر حاجات هتبدا تظهر في الاستخدام اليومي مش مفهوم، كل حاجه وارد انها تحصل. فنصيحه مني لو انت بتستخدم الموبايل ده كموبايلك الاساسي ما ينفعش تعتمد على التحديث ده دلوقتي تماما. طيب اذا حدثت والله لو التحديث عجبك تمام، لكن لو ضايقك وزي ما قلت لك كده واجهك بعض المشاكل اللي انا المفروض ذكرتها او غيره من المشاكل، هتضطر انك ترجع لاخر نسخه رسميه. فعلشان كده النسخه الاحتياطيه مهمه جدا. في النهايه ما انصحكش طبعا انك تنزل التحديث ده دلوقتي
دلوقتي اتقل لما الاصدار النهائي ينزل. لكن لو انت بتحب التجارب ومش فارق معاك المشاكل اللي ممكن تواجهك، طبعا الموضوع هنا يختلف وممكن تنزله عادي، بس خليك واخد باك اب قبلها. هيبدا ينزل رسميا لكل المستخدمين كعاده ابل ان التحديث الرسمي عاده بيجي في منتصف سبتمبر، وفي الغالب بيبقى من فتره من 8 الى 22 سبتمبر. خلال الفتره دي يعني هيكون التحديث النهائي نزل، وممكن ينزل يوم 16 تحديدا. دي حاجه طبعا انا ما اقدرش اكدها، ولكن دي احتماليه مني. طيب بالنسبه للموبايلات اللي هتدعم الاي او اس 26، الموضوع ده هيبدا من الايفون 11 12 13 كده. بس كده يا معلم، دي كانت طريقه تنزيل النسخه التجريبيه للاي او اس 26. ممكن نبقى ننزل التحديث ده والله ونجرب كل المميزات اللي موجوده فيه. انا معايا اوريدي ال 11 برو ماكس، فمش هيبقى عندي مشكله في الحته دي. لو انت احتجت اشرح الموضوع ده بالفعل اكتب لي تحت في الكومنتات، انا هقرا كل الكومنتات عموما وهروح عليك بلاف بقى وريبلاي والكلام ده كله. المهم ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، كومنت حلو. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.